اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شهر شريف. آه مدربة برمجة لغوية وعصبية ولايف كوتش طبعا، بس انا متخصصة في العلاقات الزوجية والتنمية الشخصية. النهاردة بناء على طلب احدى الجميلات، عايزين نتكلم عن العناد بين الناس، مني من غيري من الآخرين. فالحقيقة معظم الناس هتسأل تقول العناد من الآخرين، فالمرة دي حبيت أقولها بطريقة شوية يعني شاملة، علشان نبقى حقيقيين مع نفسنا، لأن كل سيشن هدفها الحقيقي إن احنا نطور نفسنا، مش هدفها إن احنا نثبت احنا صح احنا غلط. بتفرق كتير. آه، المهم نستفيد. طيب، العناد ده سلوك طبيعي بيبقى مولود عن يعني احنا أطفال من سن سنتين لستة، علامته لا. كل الولاد يقولوا لنا لا، يبقى هنا خلاص بقى فيه طفل عنيد. الأطفال ما بتتولدش عنيدة، يعني مفيش طفل بقى بيتولد يقول لك مش نازل، لا بينزلوا عادي. القصة كلها إنه مكتسب. بيكتسب الاثنين النوعين من العناد، يعني الإيجابي والسلبي منه. الإيجابي يعني أكون عندي تصميم وإرادة ومثابرة، كل ده اكتساب. ما فيش حد بيتولد عنيد، يعني حاجة ممكن نبنيها وحاجة ممكن نتخلص منها. فهنتكلم عن أول حاجة عن العناد الإيجابي، لأنه حاجة ما فيهاش تفاصيل كتير، اللي هي بتبان في إن الابن بيصمم على نجاحه، أو أنا بصمم على نجاحي، أو أنا بثابر يعني على حاجة اللي بعملها، حتى لو فشلت بعيد وما بقفش والكلام ده. عندي دايما هدف وعنيد قصاد الهدف، يعني ما بستسلمش، متحدية. ده النوع من العناد ده بيدي بقى استقلالية وقوة شخصية، وبنحب نحطه في ولادنا وبنحب نحطه فينا، لأن اللي ما عندوش ده للأسف بيبقى شخصية خاضعة ومستسلمة وخجول وانطوائي وكل حاجات دي. نيجي بقى للكارثة، أو الكلام اللي المفروض نقوله النهاردة عن العناد السلبي. ده بقى شخصيته بتبقى، الشخص اللي يحمل هذه الصفة بتبقى رفض مستمر يعني تمسك بالرأي وتشبث بالرأي دائم، بغض النظر عن انه رأي صح او رأي غلط. ما بيقبلوش الحلول الوسط. ما بيقبلوش التغيير بسهولة. بنسميه بيتحط، يعني يصنف تحت بند الاضطراب السلوكي لو كان كتير، ولو كان بدون توجيه، ولو كان ده اسلوب الحياة، ما يبقاش حاجة طبيعية يعني. بيبقى دايما في نوع من العند اللي من غير سبب وبدون تمييز. معظم اللي عندهم عند أو عنيدين عندهم ردود فعل سريعة وعنيفة. دي مميزة قوي لهم، لأنه دايما عنده حاجة لازم يثبتها، عايز يقول، فما عندوش طاقة يسمع، مش عايز يسمع. عنده مشكلة في إنه بيحب يستفز بسرعة، ويحب يستفز الناس بسرعة، لأنه هياخد يتغذى بقى. أنا هستفزك فهتغلط، فأنا هعند وأنت تعند وأنا اللي أكسب. كل القصة دي هدفها إن أنا أبان أو أكسب. عشان تعرفوا أساس العند، أساسه في الطفولة إني أبان، وإني ما كنتش متشاف أو ما كنتش مسموع. طيب، عندهم كمان حاجة مميزة قوي، الجدل. ليه الجدل اللي هي السفسطائية، ما علينا، الجدل. ان انا افضل اجادل لاثبات وجهة نظري، حتى لو هتكلم في كلام فاضي، لمجرد ان اطلعك غلطان وانتصر. يعني انتصاري انتصار تافه. العنيد انتصاراته تافهة، مش انتصارات حقيقية، لان اللي عايز ينتصر بيبقى عايز ياخد اسباب الانتصار، عايز ينتصر بجد. مشكلة الشخصية العنيدة إنه بيصر على التمادي في الغلط مهما حاولنا نقنع، ومهما عملنا حوار مع البدائل. ما بيحبش البدائل، ما يحبش الحلول الوسط، ما يحبش منطقة سيب ونسيب. لازم أنا كلامي اللي يمشي، أنا الملك أو أسد والباقي فئران، كل الناس أنا الملك.
طيب في انواع بقى من العناد. في العناد العقلي اللي هو ان انا شخص رأيي متصلب ومش عايز بقاوم حتى الحقائق الجديدة، بقاوم المعلومات الجديدة، هو ده اللي عندي بس. فيش العناد النفسي ان انا بعند بدون منطقية، اتمرد بدون سبب حقيقي. انا بتمرد بقول لا، خلقنا لنعترض، هي بالظبط كده، خلقنا لنعترض. يبقى انا كل هدفي ان اقول لا. لا دي اثبات لذاتي، ودي بقى اللي بيبقى اساسها قوي آه، المشاكل اللي في الطفولة. العناد العقلي عادة أسبابها عدم الدراية والمعرفة، فأنا مش عايزة أبان مش عارف، بس عايزة أبان كده يعني فاهم. تاني في بقى عناد تاني بيبقى اسمه المفتقد للوعي، لرغبة مؤقتة، يعني عايز ده دلوقتي، اللحظة دي، الجزرة دي، الحاجة دي، بس بغض النظر عن نتائجها، حتى لو نتائجها دي خسائر كبيرة مش مهم. هنا بقى أنا مفتقد للوعي في الحالة دي. أنا بعند على حساب إني هاخد ده دلوقتي، خسارته إيه مش مهم. بيقعوا في ده الناس اللي بتاخد الدراجز والحاجات دي، لأنه بيبقى عايز اللحظة المؤقتة، لانه مش عايز يواجه ما بعد. بغض النظر كمان عن احتياجه للحاجة اللي طالبها دلوقتي وعن تأثيرها على الآخرين وعلى نفسه. الشخصية دي عادة شخصية غير مسؤولة، عادة شخصية اعتمادية، وصعبة التكيف كمان مع أي حاجة جديدة. طيب العناد ده بيظهر فين وامتى؟ يظهر مع اكتر الناس امانا في الحياه، يعني الناس اللي انا مخافش منهم، اللي مطمن لهم، الاهل، الاصدقاء، الزوج، الزوجه، الولاد، الناس اللي ما خافش من شكل قدامهم. عنيد قدام الناس اللي ما عنديش خطوره منهم، عندي امان داخلي، مطمن مش هيعملوا لي حاجه. مش هتلاقيه بيعند مع الغرب، ومش هتلاقيه بيعند مع الناس اللي يخاف منهم او ذو السلطه. عشان كده تقول لك هو اشمعنى عنيد عليا، هي اشمعنى عنيد عليا، لان حضرتك او حضرتك منطقه الامان. فهنا اقدر اعند بمزاجي لاني مش خايفه من نتائج عندي، بغض النظر هيخسرني او هيخسرك. طيب في كمان عناد مع النفس لما حد يغلط ويحس انه عمل سلوك مش حلو، انه انا اعند على نفسي واعاقبها. ابدا امنع نفسي من الاكل، ابدا امنع نفسي من الرفاهيه، لان انا جوه نفسي لا استحق. فده نوع من العناد اللي بيأثر عليا انا شخصيا. وفي بقى عناد فسيولوجي بيجي نتيجه الامراض، فبيخلي الناس تعند ضد نفسها، عاده للامراض المزمنه، لانه صاحب المرض بيبقى عنده حاله من اليأس، ما عندوش امل ان الموضوع هيتصلح، فيبدأ يعند، عايز يخلص. طيب يبقى احنا كده شرحنا شوية عن أسباب العناد. نيجي بقى إزاي الإنسان بيبقى عنيد. احنا قلنا إنه اكتساب، مش مولودين عندنا العند، فهو تقليد للي قدامنا. والتقليد بقى له اتجاهات كتيرة هتكلم عليها كمان شوية. في ناس باحثين ألمانيين قالوا إن أوقات في ناس بتتولد عندها الجين ده، عندها ديس اوردر. ليه؟ لأن عندهم الدوبامين ضعيف جدا، فما بيبقاش عندهم السنس ما بين انا غلطت فالدوبامين قل، او انا عرفت ان انا اتعلمت من غلطي فالدوبامين يعلى. ما عنديش السنس ده، فغلطي متكرر، افضل بقول نفس الغلط، اعند على نفس الموقف تاني، لان انا السنس ده مش باين عندي. بس ستيل ده مرض بيتشخص از مرض وله علاج طبي. انا هنا هتكلم عن اي حاجة ملهاش علاج طبي. طيب في بقى مشاكل في العناد، انه انا بشرح العناد بس دلوقتي، انه بيبقى حب الخروج عن السلطة، حب الخروج عن الأوامر، عن المفروض، عن المبادئ، عن القيم، عن القوانين، عن القواعد، عن الأعراف. بلاقي نفسي طول ما أنا مختلف وشايف إن الاختلاف ده هو علامة التميز الوحيدة، حتى لو كان اختلاف الغلط، ببان إيفن غلطان مش مهم، ده نوع من الشهرة. مش عايزة أكون موجود وسط الناس. بيغذي إيه؟ بيغذي انه بغض النظر الشخصية كبيرة في السن او صغيرة، بس بيغذي مناطق محددة: النقص شعوري بنفسي، عدم استعدادي لمواجهة الفشل او الاحباط، والاساسه عدم الرضا الذاتي عن النفس نتيجة اسباب. نيجي بقى للاسباب. بحب دايما اتكلم عن اسباب الطفولة
عشان بنتعلم منها ما نعملش ده في ولادنا، وعلشان كمان نعرف الروتس ونعرف نطلعها. حتى لو عندنا، ما احنا كلنا عندنا عقد وعندنا مشاكل، نقدر لما نفهم العيب فين نقدر نشيل الروت بتاعته خالص ونخلص منه فور ايفر. طيب أول حاجة المشاكل اللي ممكن تخلي الطفل يعني، أول حاجة المشاكل ما بين الأزواج. أنا كطفل صغير بحب ماما وبابا، فالاتنين دول بيتخانقوا، فأبدأ أبقى عايزة أنتقم لأكترهم قربا لقلبي. بحب الشخص الضعيف ده، أنا بحب مامتي أكتر، بحب بابايا أكتر، وحاسة إن هو مش واخد حقه، فأنا ببدأ عايز أنتقم من الطرف الآخر، فأقول له لأ لأ لأ. اللأ دي بتبدأ على اعتراض داخلي، ما أنا مش فاهم ليه، لأني بحب الشخص الآخر. الشيء التاني النمذجة أو التقليد. أنا بقلد مامتي أو بابايا لأنه في حد منهم بيعند. مشكلة النمذجة دي بقى إنها شق خطر جدا. أنا بتقمص شخصية العنيد بطريقتين. يا إما العند اللي أنا شفته من الأب أو الأم خلاه يكسب، فأنا شايف إن هو بقى بيكسب نتيجة العند ده، فبقى حللت العند كقوة بتخليني أوصل للي أنا عايزه. أو فأنا هنا بتحد مع الظالم، بتحد مع قوة الظالم على الرغم إن أنا شايفه غلط، بس أنا بتحد. فيبقى أسلوبي في الحياة إني هكون نفس هذا الظالم. أنا لما أكبر هعمل كده لأن أنا اتعلمت إن الطريقة دي بتكسبني المواقف. أو لا أتحد مع الظالم وارفضه تماما، واتحد مع المظلوم هذا المقهور، أشوف إن هو يستحق التعاطف. ولما نكبر كرهي لهذا الباور اللي عمله العنيد هيخليني شخصية عنيدة برضو، إنما في رفض كل قوة. فأبدأ أرفض القوانين، أبدأ أرفض الخطط اللي المفروض تتعمل، أبدأ أرفض كل حاجة، لأن بقى مصدر القوة ده بالنسبة لي ظلم. انت بتاخد حريتي، فانت قهرت حد قدامي، فانا بقلده بنفس الفكرة. فنفس انا هنا تقمصت او اتحدت مع الشخص المظلوم، فبقى العنيد ظالم. انا مش عايزه اكون الظالم عشان مش عاجبني، عايزه اكون المظلوم، فابدا ابقى انا معترض على كل القوانين عشان انا المظلوم. فدايما اتحط في مشاكل. دي مشكله بتحصل للاطفال. ففي اتحادين: اتحاد مع الرابح لان دي وسيله ربح، ورفض للرابح لاني عارف انه ظالم، فابدا انا اتقمص شخصيه المظلوم واعترض على كل قوانين العالم، فانا خلقت لاعترض. طيب التربيه الخاطئه بغض النظر خاطئه بكل صفات الخطا، اللي هي بقى الاسود: ضرب، النقد، التوبيخ، المقارنه، الاهمال، ان انا ما اتشافش. عاده بيقع فيها الاطفال اللي في النص، لا الاولاني ولا الاخير، اللي في النص ما بيتشافوش. التدليل الزايد والعقاب الزايد. التدليل الزايد ان نفس فكرة اسد والباقي فران، زي ما كنت بقول في الاول، انا المميز فانا مدلل فور ايفر. او العقاب الزايد فانا مش مميز، انا بسمع بس. عدم الاتزان كمان في التربية بيعمل عند، لأنه أنا مش مفيش بلان في البيت. اللي بقول عليه بابا مامتي مش بتوافق عليه، اللي بتقول عليه ماما بابا مش موافق عليه، ماما تقول لي اعمل حاجة من ورا باباك، بابا يقول لي اعمل حاجة من ورا مامتك، مفيش خطة. فنبدأ أتعامل مع اللي بيتعامل من وراه أو اللي بيرفض على إنه غير أهل للكلام ده. بتحصل كمان قوي في بيوت العيلة أو البيوت اللي فيها تباين كبير في السن ما بين الإخوات، فأقول له أخوك الكبير، هقول لأخوك الكبير حضرتك فقدتي أهليتك هنا، فيعند عليك. طيب هنا بتحصل مشكلة في إيه؟ إني ما عنديش إشارات، ما عنديش بلان. في حد بيقول لي على حاجة غلط وحد التاني بيقول لي عليها صح، أنا إشارتي إيه؟ أتعلم منين؟ لو 100 واحد بيوجهني، فكل واحد بيوجهني ب 100 فكرة، ب 100 طريق، فأنا بتوه. بدل ما أتوه دفاعا عن حالي وعن نفسي، ساعتها هبدأ أخترع الطريق بتاعي وهرفض هبدأ أخترع الطريق بتاعي وأرفض كل حد بيوجهني لأي حاجة، لانه انا ساعتها ما عنديش حد واحد بيقول لي، انا بسمع لكل العالم. طيب
لو شخصية المربي بغض النظر أب أم أهل وتبر عنيد بنفسه، فهو ده الشخصية الرول موديل بتاعي، فأنا هبقى زيه بالظبط. كمان من الحاجات اللي تخلي ولادنا عندهم عند، وطبعا بيكبروا بيه لأن هما بيكتسبوا المسالمة الزايدة، بمعنى إن الناس المسؤولة عن تربيتي مسلمين، يعني ما بيتكلموش، أعمل الغلط ما بيفتحوش بقهم، سايبين الدنيا تمشي زي ما تمشي. طيب، أو إن أقول لابني أو لبنتي استنى لما بابا يجي، استنى لما ماما تيجي، استنى لما أخوك الكبير. بقول لك طب هقول لعمك، هقول لجدتك، هقول لمين؟ مين هذا الشخص اللي أنا بهدده بيه؟ هو أكثرهم رعبا ليا. لما بعمل الحركة دي بقول للشخص اللي بعلمه التربية إن أنا مش أهل إن أنا أخوفك، وإن أنا مش أهل إن أنا أربيك، وإن أنا فاقد الأهلية، فيبدأ يعاملني بنفس المنطق ده، إنك مش من حقك فاعند عليك، ومش من حقك تقولي على حاجة أو على حاجة لأ. يبقى أنا تخليت هنا عن مسؤولية تربيتي. كمان من الحاجات اللي بتعمل عند الفوضى، عدم وجود سقف في المعاملات. ما عنديش نظام في البيت، لا عندي مواعيد، ولا عندي صح وغلط، ولا عندي نظام، ولا عندي اثكس اصلا. الدنيا ماشية كده وخلاص، مفيش قوانين يمشوا عليها في البيت. عكسها التحكم المبالغ فيه، لانه هنا انا عايزه اثبت نفسي، انا اتعلمت صوتي ما يتسمعش، انا كرسي في البيت، انا مش موجود، انت تاكل وقت ما نحط اللي نحطه لك تاكله، واللي نجيبه لك تلبسه، فانا لازم ابان. كمان في عرض بس واحد مرضي، لما بيبقى في أطفال عندهم اللي هو ال HDA، النقص الانتباه وفرط الحركة. هو مش سامع، هو مش بيعند، هو مش مركز في الأوردر اللي بيطلبه، فأنت لما تقول له على حاجة مش هيعملها مرة واثنين وعشرة، فأنت هتتخيل إنه عنده، تتعامل على إنه عنده. الحقيقة إن لا، هو مش عنده. طيب، احنا كده قلنا الاسباب اللي في الطفوله. طب واحنا لما بنبقى كبار يبقى عندنا عند ليه؟ عندنا عند لان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا نتيجه عدم رؤيتنا واحنا اطفال، ما كناش متشافين كويس، فعندنا ما فيش سكيور، مش واثقين في نفسنا. عندنا كمان افتقاد للحقوق، ما عندناش حقوق خدناها، ما اتعلمتش يبقى لي حق، ما اتعلمتش يبقى لي وجود ولا طلبات. فطول ما انا عندي الشعور بالحرمان ده، ما تعدلش لما كبرت، فدلوقتي بدافع عن وجع كل ألم وأنا طفل، بدافع عن كل رغبة واحتياج وصوت ما قلتوش وأنا طفل، أو ما عرفتش أخد حقي، أهلي ما كانوش بيخلوني أتكلم، كنت ماليش كلمة، أخويا اللي أكبر مني أحسن، مش مميز whatever، بتقارن بحد أعلى مني دراسيا جماليا، فأنا ماليش صوت. فكل ده إشباع بقى اللي عندي يطلع في نتيجة دفاع عن كل وجع السنين اللي حصل زمان. فأنا دلوقتي هقف لنفسي بغشومية طبعا، لأن أنا بقف على حاجات حصلت من سنين مش دلوقتي، بس أنا مصر إن الوجع موجود، والوجع الموجود ده حي يا جماعة، بيبقى حي يرزق يعني. فاحنا ساعتها بندافع عن وجع السنين مش على الموقف الحقيقي. أنا عايزة أبقى صح، عايز كل كلامي يتسمع حتى لو غلط. طيب، احنا كده فهمنا العند ازاي اتعامل معاه. ماذا لو انا العنيد او الاخر العنيد؟ ما احنا هنا بقى مش هنميز، لان الحقيقة موضوع واسع. طب انا هخلي العند نفسه هو المشكلة اللي هنتعامل معاها، مش مهم مين بقى، لو انا عندي العند او اللي قدامي عندي العند، يبقى هي نفس الطريقة. ازاي اتعامل مع العند؟ كلنا عندنا مشاعر ان انا عايزة ابقى ثابت على موقفي وعندي رأي، والكلام ده كويس في الحاجات اللي تخص الحقوق. لما تبقى مشكلتك انت ومحامي في قضية، لازم تقف على حقك. لما تبقى مشكلتك في دفاع عن حق مسلوب منك، لازم تعند عليه، لان ده من ضمن المثابرة. انما العناد في المواقف، في سلوكيات الحياة، في الرؤية، في المشاركة، لا، هتخليك تتجنب الناس ما تجيبكش في المناسبات، تبقى بعيد عن كل حاجة، لانك شخصية آه، عنيفة. يا انا يا لا، يا كلامي يا لا. هتخسرنا الناس، هتخسرنا فرص عمل، هتخسرنا مكانة، هتخسرنا حاجات كتيرة. يبقى احنا ليه لازم نتعامل مع العند؟ هنا هتعامل مع العند كعند، مش لو الشخص اللي قدامي عنيد. لو الشخص اللي قدامك عنيد، انت كمان لازم تتعلم فن التفاوض. الشخص اللي قدامي عنيد، ما ادخلش على منطقة احترامه لنفسه، لازم اعرف ان ليه حصل عنده عند. هل انا كمان شخصية عنيدة،
فماذا لو انا كمان عنيد؟ ماذا لو انا يلا عندي يا مش عاجبك؟ فاقول في الاخر لا اصل هو ما بيسمعش الكلام. لا، خلينا نبقى في ان احنا نطور نفسنا ونطور حياتنا، نبقى صادقين مع نفسنا عشان نصلح. الهدف ان احنا نتصلح، مش نثبت اننا صح. طيب هقول مهارات تخلينا ازاي نتعامل مع العند فينا او في الاخرين. اول حاجة نتعلم نسمع. لو انا عنيده ما ببقاش عايزه اسمع، انا عايزه اقول مش عايزه اسمع، لان السمع ده بيعمل لي اريتيشن. انا هسمع معناه ان انا هيبقى في تفاوض واتكلم معاك، ايوه، ايه المشكله؟ لا، أنا مش عايز ده، انا عايزه اقول، او عايز احضر وانت بتتكلم احضر الرد بتاعي بسرعه بسرعه عشان انا اغلب. كويس، يبقى الاول اتعلم اسمع، سواء اللي قدامي عنيد سواء اللي انا كنت العنيد. اسمع، اسمع القصة للآخر من غير ما اخاف. لان لازم تعرف انك مش الشخص بتاع زمان، ولا انت الطفل بتاع زمان، ولا انا الطفلة بتاعت زمان، ولا كل اللي فات زمان ده موجود. دلوقتي في حدث جديد، في علاقة زوجية، في علاقة صداقة، في علاقة عمل، في علاقة لسني الحالي، بغض النظر وات حصل زمان. اخد بالي اعمل ابديت لسني الاول، يعني اسمع القصة من غير ما احس انها تهديد، فانا مش الشخص بتاع زمان. عادي ان اعترض، اوافق على جزء، اعترض على جزء، بس الميزة ان حد اللي قدامي مساحة انه متشاف. لان ده المشكلة عندي، انا لو انا اللي بعند لازم تعرف ان انا مش متشاف. بدافع عن الجزء اللي مش متشاف. اوكي، ما عملوش في الناس، افهم بقى انا بدافع عن ايه جوايا. طيب، الميزة دي ان أنا سمعت، ممكن اعترض وارفض عادي، واقبل عادي، بس هسمع جديد ويمكن رؤيتي كلها تتغير، والمكسب يبقى وين وين. انا كسبت الموقف واللي قدامي كمان ما حسش ان انا متمسك برأيي. مملاش راسي كمان بالاسباب اللي تخليني ارفض كلام الاخر. يعني ما هو بيتكلم وانا حاطط فكرة مسبقة، حضرتك كده مش مستمع، حضرتك كده بتحضر ردود. لا، الصح ان انا اسمع وانا ذهني صافي عشان انا استفيد مش عشان اكسب. لو انت فاكرك المكاسب الواهية زي ما كنت بقول في الاول، اللي عند مكسب تافه. لو انا بكسب مناقشة فهي مش مكسب. ممكن اللي قدامي يكون اوكي كبر دماغه وانت حر انفلق. يبقى اول حاجة اسمع كويس واتعلم اسمع. طب لو انا عنيد مش بعرف اسمع، اجبر نفسي اقول لو سمحت انا بس محتاج اسمعك. انا بقول لنفسي بس انا بعمل الكلام ده كاني بقوله للاخر، انا عايزه اسمعك. ظاهرا بقول للاخر، حقيقه الامر بقول لنفسي وبعلمها اني اسمع. فاول حاجه انبه نفسي اني لازم اسمع. او حتى لو اللي قدامي هو عنيد هقول له انا محتاج اسمعك، لانه عاده العند بيبقى محتاج انه يتسمع. ببساطه هو عاند وبيزعق ومتخانق ومتعصب لانه مش مسموع، يا اما من الاول يا اما في الوقت الحالي. يبقى هسمع بدل ما اركز هرد على ايه، هسمع ايه الاول عشان اعرف ارد صح ما يبانش كلامي فيه تعنت. كمان وانا بسمع احافظ على التواصل البصري. ده مهم جدا. ليه؟ لاني بقول له قدامي سواء هو اللي عنيد او انا اللي عنيد، انا سامعك ومتقبلك، انت موجود، انت متشاف، انت مش متهاجم. وانا كمان بقول لنفسي انا اقدر اسمع واقدر اشوف واقدر اتعامل مع العند من غير ما هاجم، لانه خسرني. هو انا ليه عايزه اخلص نفسي من العند؟ لانه خساره. الحاجة التالتة إني ما قاطعش الشخص اللي قدامي حتى لو أنا شايف إنه غلط. أسمع للآخر وأقفل معاه بنفس الطريقة وبنفس التون اللي هو بيقفل بيه. طيب إذا كان الشخص اللي قدامي بيتكلم بانفعال ومتضايق، أتقبل، لأنه ممكن بيدافع عن حاجته، بيدافع عن وجوده، بيدافع عن قضيته حتى لو كان عنيد. لازم أحسسه إنه مقبول. العنيد بيدافع عن وجوده، لو انا اللي عنيده بدافع عن وجودي. يبقى لو اللي قدامي هو اللي عنيد ومتضايق او متحمس، افهم قد ايه الموضوع مهم بالنسبه له، فلازم امتص ده واحسسه انه موجود. ده لو اللي قدامي. طب لو انا اوصل للي قدامي ان انفعالي ده مش للشخص، انفعالي للموقف او لنوعيه الحدث اللي انا عايزه اقوله، يبقى انا حددت انفعالي عشان التاني ما يحسش بهجوم هو كمان. يبقى هنا فهمت اللي قدامي قد ايه انت مهم. في الحالتين انا اللي عنيدة او اللي قدامي هو اللي عنيد. كمان نفكر نفسنا، اذا كنا احنا اللي عندنا العند مش دايما على حق، ممكن جدا كل حاجة تتغير. كل حاجات زمان كنا فاكرينها طلعت حاجات كتير قوي منها غلط، فالعادي ان احنا نتقبل التغيير. العنيد ما بيقبلش التغيير، بيسموه متصلب.
غير قابل. التعنت معناها عدم القدرة على التغيير، وكل الناس ما تعرفش تتغير بتفشل. كل الكائنات اللي ما اتغيرتش اندثرت، ما تطورتش ضاعت. فهو التطور سنة الدنيا، فاحنا بنوقف نفسنا. طيب، عادي ان احنا تكون حتى لو عارفين حاجة ان معرفتنا ما تكونش كاملة او غلط. لو رأيي صح يقبل الصواب ويقبل الخطأ، انه يبقى غلط. يبقى الشخص اللي قدامي كمان عارف ده، عارف ان عندي المرونة ده، عندي تحضر. كمان عادي ان انا اكون ليا رأي عادي وصح وكويس، بس كمان افهم انه ليا رأي ده ما يكونش معناه يا انا يا انت، يبقى معناه انا وانت. لو الرأي صح يبقى انا هعلم اللي قدامي من غير ما اقول له بعلمك طبعا انه في رأي جديد. طب لو انا غلط اديني اتعلمت من غير ما اللي قدامي يحس ان انا باين قوي تافه ومتمسك برأيي على التفه. كمان ميزة ان انا ابقى مرن اني هلاقي موافقات كتير حواليا. مرن ده انا بعرف ارجع في كلامي، انا بقول حاجة ورجعت فيها. المرونة دي يا جماعة قوة، بتخلي اللي قدامي يحس بقوتي ويحس بقبولي له، فكوني اقبله يبدأ انا ابدأ اطلع من انعزالي. الناس اللي عندهم عند منعزلين، لان انا معلش هتكلم مع طوبة هتكلم مع حيطة ليه؟ انا مش هضيع وقتي. يبقى هبان ان انا مش متحكم ومش هدفي اقناعك. الاقناع لو انت عندك حاجة وانا عايزة اقنعك اوكي، لو الحاجة دي هتأثر عليا وهتأثر على حقوقي لازم احافظ عليها. انما موقف ينفع فيه المرونة لا، نبقى مرنين. كمان احنا كأشخاص ما بنحبش الناس اللي عندهم مشاعر ان انا عارف كل حاجة. طيب كويس، خليك قاعد بقى لوحدك. احنا بنحب نتبادل، اتعلمت منك حاجة او اتعلمت مني حاجة. ده ما بينفعش في حياتنا، في العلاقات الأسرية ولا الصداقة ولا العمل. احنا مش عارفين كل حاجة. طب ماذا لو انا عنيد لان عندي مشكلة اني ما بثقش في آراء وسلوكيات الآخرين، حاسس ان انا هعمل انا لان انا واثق في طريقتي وعارف ان انا هعمل الصح، وده معناه ان انا قصدي اوصل لاحسن نتيجة. كويس، يبقى لازم اتعلم اخد ثقتي من الاخرين، يعني اتعلم اديهم جزء من الثقة. مش لازم انا ابقى واثق بس في طريقتي لان ده هيخليهم برضو يبعدوا عني. طب ازاي ابني الثقة مع الاخرين؟ لا، انا عايزه اعمل بطريقتي انا. اديهم مهام في الاول خالص عشاني وعشانهم، مهام غير خطرة. يعني حاجة لو هم عملوها غلط ما تأثرش بحاجة خطر عليا، ما تبقاش تقيلة قوي لو هم غلطوا، ما تبقاش حاجة كبيرة، ممكن تأثر بس ما تبقاش حاجة ضخمة. الطريقة دي هتخليني أقدر أبني ثقة في إن أقول للي قدامي اعمل، فهو يحس إن هو مقبول وفي ثقة متبادلة. طب هو عرف يعمل، هبدأ أزود الثقة شوية، هبدأ أزود الثقة شوية. طب ما عرفش، هبدأ أتقبل إنه ما عرفش، أديله جزء تاني، لأني عشان كده بدأت بجزء مش خطر. زي ولادنا مثلا، ما علمش ابني، أنا عايزة أعلم ابني يعمل حاجة في البيت، مش لازم اديله حاجة ضخمة كبيرة. ممكن اعلمه مثلا يطلع التراش، او اقول له حط الغسالة او دوس على زر الغسالة. دي حاجات تافهة بس بتديله ثقة. بعد كده هو عارف ده، بعد كده هيكمل اللي بعده، بعد كده يبقى في خطوة أعلى. انا بنيت الثقة ليا وبنيت الثقة عنده. دي مهمة، دي بتوقف العناد. يبقى نبدأ بخطوات صغيرة منخفض الخطورة تخليني أعرف أعلي الثقة، وما بقاش أنا اللي بعمل كل حاجة، ما بقاش كل حياتي وان مان شو، واحد بس بيعمل كل حاجة. طيب، كمان أحافظ. العنيد مشكلته إنه عنده حكم مسبق، أنت مش عارف، أنا بس اللي عارف. فدي مش عقلية متحضرة. فالحل إن أنا اسمح بالمرونة دي. مين قال ان انت مش عارف او ما كنتش عارف وعرفت؟ تعرف منين الجديد بتاعي؟ الابديت بتاعي مين يعرفه؟ محدش. يبقى الفكرة انه انا بعند علشان فكرة سابقة. العنيد متمسك بكل ما هو سابق، سواء افكار سواء احكام سواء اي حاجة. ده اللي عنده لانه هو ربطه بذكريات وربطه بمشاعر قديمة. يبقى ده من أسباب العند. كمان أبعد عن عقلي وأنا بتكلم مع الآخرين إنه أنا بعمل أحسن منهم، تصرفاتهم غلط. خلال تجاربي اللي فاتت شفت وجع وألم، فأنا عارف إن الطريقة دي غلط. سلبيات التجارب القديمة هتأثر عليا. في حاجة بقى مهمة، العنيد مغرور، فالتواضع عكس.
فانا اتواضع، ما احطش الناس في منزلة اقل، لانه الحقيقة ان زي بعض والناس ممكن تبقى احسن مني. طيب، لو انا كنت بدافع عن حقي، دافع عن حقك. لو كنت محتاج ان حاجة حتى تأثر على حياتي، لا. انما ماذا لو بقى العند للعند؟ اخلص ايه؟ طب انا اللي قدامي عنيد، اعمل ايه؟ اتعلم معاه بقى التفاوض. ازاي اتفاوض؟ اول حاجة لازم اعمل نقطة وئام. يعني ايه؟ يعني ايه الاول اللي ممكن انا وهو نتفق عليه، وبعدين نتكلم فيما نختلف عليه. دي اول حاجة تكسر العند، لان العنيد بيبقى حاطط في الاول انك هتقول له لا، فبيعمل الخناقة قبل ما تقول لا. طب انا مش هقول لك لا، انا هسمعك اهو. وعلى فكرة انا وانت متفقين فعلا في الهدف، يمكن مختلفين في الطريقة بس الهدف واحد. يبقى هنا بدأت احط نقط اتفاق. انا وانت عايزين كذا، او انا وانتي عايزين كذا، نوصل له ازاي؟ لازم يبقى في نقطة اتفاق. لان اول ما هنكسر حواجز العين، هحس ان انا بما ان اهتماماتنا مشتركة، يبقى احنا اتنين نقدر نتواصل. عشان كده الناس صحاب الاعمال المتشابهة، الآلام المتشابهة، بيتفاهموا، لأن في نقطة تواصل بينهم، نفس الاهتمامات، نفس الآلام، نفس المشاكل. يبقى الاندماجية هتحصل، ولازم سور أو حيطة العند تتكسر. يبقى أول حاجة أشوف نقطة مشتركة، وكمان حاجة تجذب اهتمام الشخص الآخر. أكلمه عن حاجة بيهتم بيها وبيحبها أو بارع فيها. لازم أكسر العند وأكون أنا أذكى، وحافظ على نبرة الود خلال الكلام نفسه. اقلل من سوء التفاهم، يعني اقول له انا عايزه افهمك. لو هو بيعني لا لا، هدي نفسك، انا عايزه اعرف انت قصدك، يمكن انا فهمت غلط. مش عيب ابدا ان احنا نعترف ان احنا ممكن نفهم غلط، حتى لو فاهمين صح وعارفين ان هو بيقول غلط. وصل له الرساله بانه فهمه غلط. طب مش فاهم، اطلب توضيح. قصدك ايه بالظبط؟ يمكن انا ما فهمتش ده، هل انا كنت فاهم غلط لما كنت بقول كذا وكذا؟ يبقى ده بدايه تكسير العناد. الحاجة التانية أعتذر. يا أعتذر عن عندي، يا أعتذر عن سوء فهمي، عادي. دي من الحاجات اللي بتقلل العناد من الآخرين. كمان لو العنيد بيفتقد للمنطق العقلاني، بمعنى إن أنا عنيد وبس، أو رافض النقاش، أوكي، لازم أوصل معاه لنقطة رفض النقاش. أساسها فين؟ ما أنا لازم أكون ذكي، عشان كده قلت أساس. رفض النقاش بيدافع عن ايه؟ بيدافع عن كان هو القيادة مثلا، يدافع عن ان يكون هو اللي بيبان، يدافع عن موقف عنده، ولا حاجة مش ملهاش تمن. لو حاجة ملهاش تمن، اعتقد ان الحل الوحيد ان احنا نسيبه كده ونقول له اوكي كويس، طالما حاجة مش هتأثر علينا. انما لو حاجة هتأثر علينا او هتأثر على حاجة تخصنا مهمة، يبقى نفتح النقاش مع فتح سكك كبيرة وخطأ، زي قنوات كبيرة للاتفاق. انا وانت متفقين لو اختنقنا على تربية الاولاد، انا وانت عايزين ولادنا احسن ناس، انا وانت هدفنا ابننا او بنتنا يكون احسن حاجة، انا وانت هدفنا النجاح، انا وانت او انا وانتي هدفنا كذا. الاهداف متفقين عليها، نوصل لده احنا ازاي؟ عشان انا وانت او انا وانتي شريكين في الحياة مثلا. يبقى دي طريقة فتح القنوات في الكلام مع العنيد. طب لو كان في مشكلة واتحلت، لازم نوريه ان المشكلة اللي اتحلت دي لم تمر مرور الكرام. انا سعيدة جدا ان انا وانت اتفقنا على كذا. انا سعيد جدا ان انا وانتي عرفنا نوصل لحل للمشكلة اللي كنت انا وانتي متلخبطين فيها. يلا بينا نشرب قهوة سوا، او نقعد سوا نتفرج على حاجة. هذا هو النوع من، يعني احتفال، مش ضروري احتفال، بس هنسلط الضوء على طريقة التعامل. لما وصلنا لهدف، ما عداش الموضوع كأننا ما وصلناش لهدف. امال انا ازاي هخلي العنيد يحس انه نجح؟ هوصل له بما اننا وانت عرفنا نوصل، انت نجحت اهو، فاحنا لازم نحتفل بهذا النجاح. يبقى ما نعديش النجاح من غير احتفال. طيب، تقدير كمان نية العنيد بغض النظر انا او غيري. يعني أنا العنيد أو الشخص الآخر، تقدير نية الهدف من العند إنه الوصول لأحسن نتيجة. العنيد بيبقى هدفه يوصل لأحسن نتيجة، أو بيقول كده. طب نقدر النية دي علشان نوصل له إنك مقبول.
ان انا فاهمة انك انسان كويس، ان انا مش مختلفة خالص على فكرك، انا قدرت افهم الهدف بتاعك. طيب ماذا لو انا العنيد وقدرت اتنازل عن عندي وقدرت اسمع الطرف الاخر، اعمل نفس الاحتفال اني نجحت؟ انا نجحت ان انا ما اكونش عنيدة واتمسك برأيي لاني ما بدافعش عن تفاهات. طيب يبقى علشان التغيير هو علامة القوة مش علامة الضعف، يبقى استفيد من ان انا قدرت اتغير. طيب انا عنيدة اعمل ايه؟ اول حاجة اتعلم اوافق قبل ما اقول لا. يعني هنعمل كذا، اوكي، ازاي؟ يبقى انا هو وافقت على المبدأ، ممكن اعترض على الطريقة، ممكن اعترض على الاسلوب، ممكن اعترض على التوقيت، ممكن اعترض على اي حاجة، انما ما احطش الاعتراض من غير ما اسمع ليه. اخد راحة كده وافهم ليه. طب انا حاسس اني عنيد وعارف ان انا عنيد، اعمل ايه؟ اول حاجة اقعد اسمع وافكر، اخد الافكار كلها واشوف حقيقتي انا بقى. هو انا كنت عندي ليه؟ يعني عندي علشان حاسة انه قال كلام احسن مني، فهم مثلا عني، عندي علشان حسيت ان انا ما اثبتش نفسي، عندي علشان بدافع عن ألم زمان اتعرضت له فمش عايزة اتعرض لحاجة زيه تاني، عندي وجع، عندي تجربة جامدة، خلاص ما عنديش مساحة ان اتعرض لحاجة زيها. اكلم نفسي كويس واشوفها، وعلى اساسها هعرف اخد القرار. هو انا كنت بعند ليه؟ لو بعند عشان بدافع عن تجربة قديمة فدي تجربة جديدة. لو بعند علشان ما بانش قوية، المرن هو القوي. لو بعند يعني احلل اسباب عنادي. لو بعند علشان ادافع عن خسائر قديمة، طب ما دي خسائر قديمة، أشخاص أو مواقف مؤلمة، بدافع عن إيه دلوقتي؟ طب المرونة دي أو العند ده وصلني لفين؟ خلاني بكسب ولا بخسر؟ يعني تحليل عندي وتحليل نتائجه عليا، عشان ما بانش قدام الناس إن أنا إنسان ما عنديش عقل. الحاجة التانية أعترف بخطئي لو أنا كنت بفكر في حاجة غلط وأقول طيب كمان أحدد أسباب العند مني أو من الآخر. هو أنا هدفي من العند كام؟ أوصل لإيه؟ لو حط الحواجز أو أقطع علاقة أبقى عارف. لو هدفي إن أكون متمسك برأيي على الفاضي أبقى عارف. لو هدفي أوصل لأحسن نتائج عشان أبقى واصل للأمان أتكلم، طب النتائج المحتملة من الرأي الآخر هتكون إيه؟ لو العند هيبقى ضدي هستفيد منه إيه؟ ما أنا بخسر الناس، بخسر المواقف، ببان أحمق على الآخر لأن أنا ما عنديش رأي. يبقى أكون صادقة مع نفسي أو صادقة مع الآخر. طب لو الآخر هو اللي عنيد، أسأله طب أنت هدفك إيه من التمسك؟ أديله مساحات يفتح كلام معايا، ما اديش اختيارات يا ده، زودوا الاختيارات وما تزودوش للتهديدات. إذا ما عملتش كذا يبقى هيحصل كذا. دي من أسوأ الحاجات اللي بتحصل للعنيد، لأنه خلاص فاين، هعمل اللي أنت قلت عليه. يعني العند بيزيد لو ما عملتش، لو هددت العنيد بيستمر. طيب الحاجة التانية كمان أبدأ أكتب يعني لستة بالحاجات اللي العند خسرني أنا، وأبدأ أكتب لستة بالمرونة كسبتني، وأشوف المكسب والخسارة. طب لو اللي قدامي يعني، أنا بقى أكتب لستة لأن أنا ما أقدرش أعمل حاجة على نفسي، أقدر على الآخر أعمل على نفسي بس. أكتب لستة بإزاي أقدر أدخله بطريقة ما، إنه هوصل للسكة دي إزاي. لو أنا وأنت هدفنا واحد نوصل له الهدف ده من له 100 طريق، اكتب انا عشان اعرف اتناقش معاه، عشان اعرف اتفاوض معاه، علشان اعرف اوصل لاحسن طريقه ممكنه. لو انا وانت هدفنا نروح كذا، الطريقه دي هنوصل بيها ازاي؟ طيب لو انا مش عارف، انا عنيد ومش عارف، يبقى الحل اني اطلب المساعده. المساعده احسن كتير من المعاناه. لازم نتخطى معاناتنا ونطور من اسلوب حياتنا. يبقى اخر السيشن، اول حاجه نحترم معتقداتنا وآرائنا، وكمان نحترم معتقدات وآراء الآخرين زي ما بنحترم حاجتنا. نتقبل عادي إن إحنا يعني النصيحة عادي،
نحب للناس اللي بنحبه لنفسنا، نحط الناس في نفس الموقف اللي بنحب نبان فيه. ما نقاومش لمجرد ان احنا نبقى في وش الصورة، عشان كل مرة هنقاوم هنبعد بعيد، مش هنكون موجودين. نعرف ان العناد بيحرمنا ان احنا نعيش بحرية، لانه بيخلينا دايما مقيدين، يا اما بالناس اللي بتأيدنا بعنادهم، يا اما احنا بنأيد نفسنا لما نعند وتبدأ الناس تتجاهل آرائنا او تتجاهل وجودنا حتى في حياتنا. اختار توصل للصح، بغض النظر مين اللي قاله، انت او غيرك، مش مهم مين، المهم انه الصح. اكتر حاجة تخلي العناد يقل الاعتذار عن الغلط، او الاعتذار عن الفكرة الغلط، او الاعتذار عن الرأي الغلط، واثبات حسن النية ان هدفي كان كذا، انا بعتذر عن الرأي مش عن النية، وده المهم جدا. فهنحترم اللي قدامنا ونكون مرنين، المرونة سر حياتنا. السيشن خلصت.